أبو حنيفة أنا ما أعرف طبعا هو مذهبه إيه. لما أبو حنيفة طبعا أجاز بأن يجوز الولد أن ينكح أمه بشرط أن يضع على إحليله قماش. تاني كده؟ لا تاني. انا هقول لحضرتك بقى. هو بص هنا دلس. هقول لحضرتك لا ثواني بس ثواني. ما دلستش. اول حاجه بص هو يعني عفوا حضرتك المشكله بيدخل في مسائل فقهيه. والله هو مش قدها. لا والله قدها. بس انت بص النكاح بشبهه. ازاي النكاح بشبهه؟ هقول لحضرتك دلوقتي واحد اعمى انا لو سمحت اديله بس تصور على ايه. هو ده تحت باب ايه؟ النكاح بشبهه ولا لا؟ النكاح بشبهه ده تحت باب ايه؟ النكاح بشبهه ولا لا؟ شبهه يضع على احليله قماش. اسمع شبهه يضع على احليله قماش. اسمع طب سيبه جاوب. ايه الشبهه دي؟ مش انت سالت هو بقى يزيل هذه الشبهه؟ والله كان ده يزال. والله انا ما كملتش. هل معنى ذلك الابن ينكح امه؟ اقسم بالله لو سمع الموضوع ده وقراه في مخازي الشيعة والله العظيم ما طيب ولكن انا هكلمك برضه عشان المشاهد. انا مش موضوعي النهارده. في حاجه اسمها مش موضوعي النهارده تحديدا زواج المتعه قدر ما انا بتكلم عن المجتمع. يعني ايه النكاح بشبهه؟ بس اتكلم اللي هو النكاح بشبهه. يعني انا دلوقتي واحد اعمى جاي يقع على امراته فوقع على غيرها، خلاص كده. فمنهم من هنا لا يقام عليه حد. لو سمحت لو سمحت هنا دي اللي بتدخل ايه؟ بتدخل لا هي بيطرحوا على فكره. ما بتحصلش. هو بيطرح صور والله بيطرح صور. وبعد لو سمحت صورة حاجه افتراضيه يعني. ايوه بيطرح يعني هو لكن هو يعني انا بقول لك حاجه. لو راح واحد قال له انا رحت وحطيت على زي ما هو احليل ونكحت امراه، هل كده؟ لا هو ثواني بس. المسألة ولكن هي المسألة بين الابن والام. هي فتوى. لا انا برد على الاستاذ المذيع. انا برد. هو لا عفوا ده افتراض. ابو حنيفه بيطرح مسائل. انا برد على حضرتك في مسألة ان لو ولد وبنت سمعوا امور فقهيه كل دي في ايه؟ من خلال الفقه. طيب مش من خلال كده. حلو البنت الولد اللي سمعوكم. احنا لسه اهو بقى بكره. طيب ما انا بقول لحضرتك اهو نفس انا بردت على حضرتك نفس الموضوع. انا عايز المجتمع اللي انا عايش فيه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. شايف ده ممكن يكون واقعه ايه يا استاذ محمود الان على الشارع؟